الفقر والجوع هما بوابة الظلم. الحلم برغيف عيش ما بيخلقش هوية، بيجبر الإنسان اللي بيتمنى قوت يومه يبقى 6 ساغ على إنه يتنازل عن آدميته بضربة خرزانة وهو موطي بيلم اللطع. الدودة بتنخر في جسمه زي ما بتنخر في محصول القطن، بتخلي أكبر حلم ليه هو جدر بطاطا. جدر بطاطا بيضيع معاه شرفه اللي هي آخر ورقة توت كانت ستراه، فبيكون عريان قدام عيون الناس وبيولد للعالم ميت جديد، لعالم بيحكمه أكل العيش. الحرام هو معنى أشمل من خطيئة فاطمة. الحرام هو خطيئة الفقر، هو الجوع اللي عايش فيه أهل قرية في قلب الدلتا، قرية فيها الفقير بيتجوز فقيرة وبيولدوا أطفالهم لعالم مش قادرين يوفروا فيه اللقمة ليهم. حدوتة يوسف إدريس وإخراج هنري بركات قدموا لنا حالة الفلاحين في عصر الإقطاع. الفلاح اللي كان شايل الأرض على كتفه وما يملكش فيها غير 6 ساغ وقبض على 15 يوم، واللي كانوا حلم ليه كمان بيجاهد عشان يوصلوا. بتبدأ القصة من عند الناظر المبدع زكي رستم، بوابة الحلم البسيط للفقراء، ومندوب الباشا صاحب الأرض، الشخص اللي ما بيشوفش الأرض، هو بيشوف رعها، ما بيشوفش تعبها بس بيشوف فلوسها. الناظر اللي بيتعامل مع الفلاحين مش على إنهم بني آدمين، بيتعامل معاهم على إنهم 6 ساغ بتتحرك بضربة خرزانة في قلب الأرض، لطع الدود أهم عنده منهم. الفيلم بيجيب الحدوتة من الآخر للأول، من لحظة الموت. الفيلم بيبتدي بالموت وبينتهي بالموت. الطفل اللي مش ذنبه إن اتولد للعالم نتيجة خطيئة بقى هو الخطيئة اللي بتتمحور حواليها الحدوتة. بعدها بينتقل للواقع الاجتماعي ومحاولة البحث عن صاحبة هذه الجريمة، وبنكتشف ساعتها إن العالم اللي بيتحرك فيه الجوع واللي يظهر من بره على إنه عالم نظيف، بنكتشف إنه عالم مشوه، عالم مليء بالخاطئين، عالم ضيق بس مليان تفاصيل. وأهل البلد عشان يرموا الخطيئة عن بلدهم فطبيعي هيتموا فيها الأغراب اللي سايبين بلدهم وبيجروا ورا أكل العيش. والفيلم بينقلك التعامل مع السلطة في الوقت ده، من لحظة تعامل العمدة مع الناظر وتعامل الناظر مع الحكومة، وما بينهما الفقير هو اللي بيشوف الصواني داخلة وخارجة، وما بينهما الحرام على الهامش. فاطمة وعبد الله، قصة كفاح وحب مفيش ذنب فيها لأي طرف من الأطراف. الذنب كان للمرض والجوع. لما بنكتشف إن فاطمة هي صاحبة الخطيئة فبينقلنا هنري بركات مع فاطمة من بكاها ومرضها لليلة فرحها على عبد الله، بينقلنا من مود الكآبة لمود السعادة، لمود بداية الحياة. بنبدأ نشوف السعادة بتتصاعد ما بين فاطمة وعبد الله وفرحتهم ببعض وتعبهم مع بعض عشان يقدروا يوفروا اللقمة لعيالهم. بنشوفهم مبسوطين وسط التعب، بيحبوا بعض بنظراتهم في أحلك الظروف، بيتشاركوا مع بعض الرحلة، رحلة الحياة ورحلة الرحالة اللي بنشوف فيها الناس بتتشحن في صناديق عربيات لمصير مجهول، الشمس بس هي اللي شاهدة عليه. بنشوفهم عرقانين، بنشوفهم مبسوطين بالرزق القليل طالما قادر يكفيهم اليوم. بنشوف أبسط متاعهم في الحياة في صندوق الدنيا اللي بنشوف معاه ضحكتهم اللي مشحونة بالحب والتعب. بتستمر الحدوتة على نفس الشكل لحد ما المرض بيزور عبد الله وبيتمكن منه وبينخر في عافيته وبيحوله لمجرد عالة منتظر الموت، ومنتظر فاطمة اللي أصبحت العائل الوحيد للبيت، بس لسه ابتسامتها وهي شايفة ولادها وجوزها مبسوطين بتنور الشاشة. بس اللحظة اللي بتتحول فيها الابتسامة لعبوس تام هي لحظة الحرام. ابتدى الحرام بالجوع، ابتدى الحرام بطعم جدر البطاطا، وانتهى بشرف مرمي على الأرض. ومن هنا ابتدى الصراع. لحظتها بنرجع لنفس الدايرة، دايرة العالم الواسع اللي الكل بيتشارك فيه الخطأ. الخطأ في حق فاطمة. مرض فاطمة ما كانش مرض ولادة أو نفاس، كان مرض ذنب، إحساسها بالذنب اللي هي ما أذنبتوش، وإن جدر البطاطا كان السبب يا ضنايا، هي جملة بتلخص حياتها اللي ضاعت في لحظة. ضاعت في لحظة حبت تسعد فيها جوزها وولادها، فكانت اللحظة دي هي بداية الموت بالنسبة لها. علاقة الناس بالحدوتة أنا مش عارف أحدد وجهة نظر ناحيتها، لأنها نقلات حادة من الرفض التام للقبول التام. تحويل فاطمة من الخاطئة للمظلومة، هي أفعال البشر أحيانا بتكون غير مبررة، بس أنا مش لاقي مبرر في دماغي للموضوع ده بصراحة. لكن تعامل الناس مع فاطمة إنها مادة للحوار ده طول عمره السائد في قرانا، لأنها مجتمع ضيق،
أبسط الأشياء ممكن تكون مادة طويلة المدى للكلام، بس المدى ده نهايته بيتولد معاها شيء جديد نتكلم حواليه. الحدوتة بتبدأ وبتنتهي بالموت، وفي نفس المكان. موت فاطمة كان نتيجة طبيعية لحياتها، موتها هو الستر اللي تمنته. وعاد كل شيء سيرته الأولى زي ما هيرجع دايما، ودايما ضحايا الفقر مصيرهم النسيان. موسيقى الفيلم خلتنا نتعامل مع الفيلم على إنه سيرة شعبية، تحس إنها مزيكا موال شعبي وحدوتة بيحكيها صييط أعمى والناس قاعدة بتمول معاه. الأداءات التمثيلية في الفيلم حاجة قمة في الجمال. طبعا أداء سيدة الشاشة فاتن حمامة، وأداء زكي رستم العظيم، وأداء الجميل حسن البارودي، وشخصية المجذوب عبد السلام محمد من الشخصيات اللي خلقت المتعة الجميلة جدا على الشاشة. السينما باب واسع للواقع، بتحاول تنقل الواقع بس بتجمله، لأنها ما ينفعش تنقل قساوته 100%، لأن الواقع دايما أصعب. ده كان كلامنا عن فيلم الحرام. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك، وما تنسوش تدعمونا باللايك. سلام عليكم.